ازيكم؟ جالي سؤال من احد المتابعات بتقولي حصل معاها موقف مبقتش عارفه تتصرف فيه ازاي. ايه الموقف ده؟ ابنها في 3 ابتدائي وجه يسالها سؤال من وجهه نظرها ان مش سنه الاجابه عليه، سؤال خاص بالعلاقات الاخرى طيب هل ده مش سنه ان انا اجاوبه عليه؟ وايه التصرف الصحيح في الحاله دي؟ يعني لو ابني في سن ابتدائي مثلا وجي يسألني في أسئلة خاصة بي ان انا محتاج اعرف عن مواضيع ممكن تكون الام شايفة ان ده مش السن المناسب ليها. طيب اولا مادام الابن او البنت جم يسألوا في موضوع فما ينفعش ان انا لا اتلبخ ولا اقول له ده مش وقته ولا ان انت صغير على الموضوع ده ولا اي حاجة من الكلام ده. طيب ايه التصرف الصح؟ اول حاجة اكون هادية، اكون مهيئه نفسي لحاجه زي كده، اخد الموضوع حتى لو انا بالنسبه لي الكلام او الطريقه اللي هو سأل بيها اتخضيت منها، لازم اكون متماسكه، لازم اكون هاديه، لازم استقبل الموضوع، اسمع منه للاخر، اسمع منه السؤال بالصيغه اللي هو بيقولها بالطريقه اللي هو بيقولها بدون ما اي علامات على وشي تبان ان انا منزعجه او ازاي او انت صغير او كل الكلام ده. يبقى اول حاجه احاول ان انا احافظ على هدوئي. طيب تاني حاجة يبدأ عندي فضول لمعرفة طب انت سمعت الكلام ده فين، او مين اللي قالك الكلام ده، او قريته فين او شفته فين، اعرف مصدر الكلام او مصدر المعلومة او مصدر السؤال جاله منين. طيب تالت حاجة ابدأ اعرف طيب الكلام اللي انت سمعته ده هل عرفت تجيب اجابة، هل ايه تعرفه انت عن الموضوع ده، طب شاركني ايه المعلومات اللي انت تعرفها. خلاص عرفت مصدر المعلومة، عرفت الكلام ده جيبه منين، عرفت سمعه فين، عرفت ايه المعلومات اللي هو يعرفها عن الموضوع ده او اللي هي تعرفها عن الموضوع ده، ابدأ اديله معلومات وحقائق بسيطة تناسب سنه بس تكون صح، ما تكونش مغلوطة، ما تكونش غلط، ما تكونش فيها خيال. اديله معلومات صح تناسب سنه او تناسب بالقدر اللي هو يعرفه. لو هو عنده اجابات غلط هصحح له الغلط ده بما يتناسب مع سنه. طيب بعد لما عملت ده اسأله عندك سؤال تاني، في حاجة تانية انت محتاج ان انت تعرف عنها، بحيث لو هو عنده اسئلة تانية يبدأ يسأل الأسئلة التانية، ما خليش أسئلة في ذهنه عالقة وهو مش لاقي لها إجابات أو هي مش لاقيه لها إجابات أو عندها إجابات غلط. فأنا كده عملت إيه؟ طمنته إن عادي المواضيع دي بنتكلم فيها عادي، المعلومة الصح هتاخدها من عندي من غير ما أقول كده، بس أنت إيه المعلومة الصح اللي عندك أو أنت إيه المعلومة وأنا بصححها، وكل ده في إطار من الهدوء. يعني سيد الموقف هنا الهدوء. لو الام او الاب حافظوا على هدوءهم وما حسسوش ابنهم او بنتهم بان دي حاجه غريبه او حاجه مستنكره، هيبقى في سلاسه بعد كده في ان انا اقدر افتح معاه او معاها المواضيع دي. طيب هساله في سؤال تاني، حابب تسال على حاجه تانيه؟ قال لي لا، او سالني سؤال تاني برضه انت تعرف ايه عنه، او المعلومه دي جات لك منين، او انت سمعتها فين، وايه اللي تعرفه. لو في حاجه غلط هبدا اصححها بما يتناسب مع سنه وبما يتناسب مع ان المعلومه تكون صح وتكون بسيطه وتناسب المرحله العمريه اللي هو او هي موجودين فيها. طيب بعد لما عملت ده ابدا اقول له شكرا، لازم اشكره ان هو لما سمع حاجه وحب ان هو يعرف ايه هي الحقيقه او يعرف المعلومه صح ولا غلط لجأ لي، فاشكره واقول له ان انا كنت سعيده بان انا كنت محل ثقه ليك، وان انا كنت سعيده بالحوار معاك، وان انا مبسوطه وسعيده بان انا اكون معاك في اي حوار او اي حاجه انت حابب ان انت تعرف عنها. هبقى سعيده جدا لو شاركتني بده، بحيث ان احنا في الفتره دي نطمن ولادنا ان عادي جدا ان احنا نسال الكلام ده، وعادي ان ده وارد اسمع كلمه فابقى حابب ان انا اعرف معناها ايه، وابقى انا المصدر للمعلومه الصح بالنسبه لي، بدل ما اكون انا مصدر ذعر ومصدر خضه ومصدر لا كده عيب، لا مش سنك، لا مش عارفه ايه، ويبدا الولد او البنت يلجأوا لمصادر اخرى لان هم يعرفوا المعلومه، وابقى انا مش عارفه ولادي فين من المعلومات او بتوصل لهم المعلومه عن طريق مين او مين اللي بيوصل لهم الكلام ده. دي بدايه ان انا ابني علاقات سويه وصحيه مع اولادي، وما اقولش ده لسه صغير او دي لسه صغيره. مادام بنتك او ابنك جم سالوا
يبقى لازم جاوبهم بإجابة صح بسيطة حقيقية تناسب سنهم، بدون اي ذعر، بدون اي خضه، بدون ما انا نفسي اكون مخضوضه، اهيئ نفسي لده جدا. طبعا وسائل التواصل كلها فتحت كل المواضيع قدام الولاد، وبالتالي وارد ان هو يسمع معلومه من اي مصدر من المصادر، ابقى انا عارف او عارفه بنتي او ابني واصل في المعلومات دي لحد فين، وفي نفس الوقت انا مصدر امن ليهم ومصدر مرحب ومصدر بيشكرهم ان هم شاركوني المعلومات اللي هم حابين يعرفوا عنها، وان هم واثقين ان انا لما يجوا يشاركوني هرحب ان انا اتكلم معاهم، وهرحب بالافكار اللي هم حابين يستفسروا عنها، لان طبيعي جدا يكونوا عايزين يبداوا يكتشفوا العالم من حولهم. دي كانت الطريقة الأنسب والأصح في مواجهة الحوار أو النقاش مع أطفالنا في مواضيع احنا نعتقد ان هي مش سنهم أو مش وقتهم. حابة أسمع تعليقاتكم، حابة أعرف مشاركاتكم، تعرضتوا لموقف زي ده ولا لأ، وعملتوا فيه إيه، وإيه خبراتكم في حاجة زي كده. كانت معاكم لايف كوتش شيماء حزة، أشوفكم على خير.